السلام عليكم يا احلى متتبعين فيديو جديد ونهار جديد. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم والدينا ووالدي المسلمين اجمعين واجعل قبرهم رياض الجنه. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم هذه الكغاطه اللي كتجي رائعه ومعلكه بالبيشاميل والكفته ولي بات، كتجي خطيره. المهم نبداو على بركه الله. كناخذوا الصوص ديال الطوماط، هانتوما كتشوفوا درت معاه واحد شويه ديال الماء، وغناخذ الكفته. بالنسبه لهاد الصوص طوماط غادي ندير فيها البنات التوابل. ها هي الصوص طوماط اللي وريتكم، راه كتباع في المحلات. كندير واحد المعلقه صغيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الكركم، كندير معلقه صغيره ديال سكينجبير، وكندير ربع معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار. هادو التوابل ديال هاد الصوص. هادي كندير شويه ديال الزيت، وكندير شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق. وكنوضع 3 الفصوص ديال الثوم اللي هي معلقه صغيره البنات. صافي وكنخلط هاد المكونات اللي درت في هاد الصوص. هادي كتجي رائعه البنات، صوص خطيره. صافي غادي ندير ديك الكفته فيها. بالنسبه للكفته ما درت فيها لا توابل لا والو. هاد الصوص هادو هاد التوابل اللي في هاد الصوص هي اللي غادي تشرب لينا ديك الكفته. كتجي رائعه البنات، صدقوني جربوا هاد الطريقه هادي غادي تعجبكم. صافي من بعد ما درت الكفته تما، بالنسبه للكفته ديال الغلمي صافي درتها فوق النار. ها نتوما كتشوفوا الكفته كيفاش ولات. كنخليوها حتى كتعلك لينا وكتشرب لينا. غندوزو نديرو البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل كنحتاج فيها الزبده اللي هي 3 المعالق كبار، كندوبها على هذا الشكل هذا. كندير الدقيق الابيض، الحلويات. عينكم ميزانكم البنات على حسب البيشاميل شنو بغيتو. انا درتها بالكثره، نتوما بغيتو ديروا اقل منها كديروها. انا درت المول درتو كبير. صافي درت 3 المعالق، وزدت معلقه كبيره هي 4 المعالق. صافي كنخلط داك الدقيق حتى كينسجم مع ديك الزبده، وكنزيد الحليب. بالنسبه للحليب نديرو على حسب الكميه اللي بغيتو. درت شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، وغادي نحك الكوزه. صافي وكنخلطها. بالنسبه للبيشاميل راه وجدات لينا. بالنسبه للكفيته ولا صوص وجدات حتى هي، كنخلطهم مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. راه كلشي واضح في الفيديو. كندير شويه ديال الجبن مفروم. بالنسبه لي بات ديك الطويله البنات، انا سلقتها في الماء والملح والزيت. صافي وخليتها تصفات، ودرتها خلطتها مع ديك الصوص ومع ديك الكفته، ودرتها في المول. صافي ودرت شويه ديال البيشاميل من الفوق خليتها. صافي ودرت الجبن. بالنسبه للجبن كديروا البنات الجبن اللي كيجيبها معلكه من الفوق، وكيعطيكم داك الشكل اللي شفتوه في الاول ديال الفيديو. كتجي رائعه. صافي كندخلها للفران كلشي طايب، غير كيذوب لينا داك الفرماج. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، راه غادي تنفعكم ان شاء الله في هذا الشهر رمضان. خفيفه ظريفه دغيا كتوجد. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم نوال باللايك، وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده. فضلا وليس امرا. مع السلامه.